السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده اصابع الجلاش المحشيه بالكنافه. حاجه بقى كده بابسط طريقه وابسط مقادير مظبوطه على الشعره. يعني حاجه بقى كده كل اللي هيدوقها من تحت ايدك هيقولك بجد تسلم ايدي. تقدري كمان تعتمدي الطريقه دي باذن الله في رمضان. هشرفك جدا جدا قدام ضيوفك بنسبه 100%، وبإذن الله تعجبهم، والطريقة على ضمانتي. طب بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا طبعا. معايا بقى كوباية ونص من السكر، كوباية من المية، وعليهم نص عصرة نص ليمونة، وكمان معلقة كبيرة من عسل النحل، وتقدري تستبدليها بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز لو متوفر عندك. هبدأ بقى كده أرفعهم على النار، على نار متوسطة. ده طبعا الشربات عندي، يعني أول حاجة بحضرها الشربات لأني بحتاجه تقيل وبارد. طب عقبال بقى مشروبة كده يجهز على النار، تعالوا بقى كده نحضر الكنافة. ربع كيلو من الكنافة كانت موجودة في الفريزر وهي ساقعة بقى كده ببدأ أفركها بالشكل ده. طيب لو انت طبعا لسه جايبة الكنافة طازة فبتحطيها في الفريزر حوالي ساعة أو ساعتين عشان تجمد معاكي وتبدأي تفركيها، فتبقى سهلة معاكي في الفرك. طب هنا الشربات بقى جهز عندي اهو، كان عدى كده حوالي 10 دقايق. طبعا كل ده على نار متوسطة. طبعا بعد ال10 دقايق ببدأ ان انا اقفل عليه واسيبه طبعا لحد ما يبرد. طبعا في البداية كده لما بتقفلي عليه بتحسيه ان هو خفيف، بس بعد ما بيبرد بيتقل معايا. بعد كده بقى هجيب عندي معلقتين كبار من السمنة، وهنزل بكمية الكنافة اللي موجودة معايا. هحط عليها كمان 3 معالق كبار من السكر البودرة. هبدأ بقى اقلبها بالشكل ده على نار متوسطة لحد بقى ما تاخد معايا اللون الذهبي القمر ده، اللون ذهبي الذهبي الفاتح. طب بعد كده هحط عليها ايه؟ هحط عليها 3 معالق كبار من جوز الهند. تقدر طبعا كمان تحطي فول سوداني مطحون لو حابة، يعني اي نوع مكسرات انت حابة. بعد كده هجيب بقى ورقة جلاش عندي، يعني ورقة واحدة. طبعا بقية الجلاش بحطه في فوطة عشان ما ينشفش معايا، وباخد ورقة ورقة. هجيب بقى اول ورقة عندي كده وادهنها بالشكل ده. وطبعا لازم ادهن الورقة كلها، يعني مش لازم ادهن كتير او سمنة كتير. طبعا كمية السمنة اللي معايا دي حوالي كده كوباية من السمنة. هبدأ بقى اجيب حشوة الكنافة عندي. زي ما قلت لكم لازم ان انا ادهن الورقة كويس بالسمنة، مش لازم سمنة كتير، بس تكون مدهونة كلها، لان ده بيساعدني او بيساعد ان الجلاش يبقى مورق معايا، وفي نفس الوقت يديني القرمشة الحلوة للجلاش. نبدأ بقى كده ألف بالشكل ده. كمان هجيب عندي صاج مدهون بالسمنة وهحط فيه الجلاش. طب لو مش حابة تحطيه في صاج وحابة مثلا تحطيه في صينية مثلا مدورة عندك، فهتقطعي يعني الجلاش بعد ما تلفيه هتقطعيه صوابع صغيرة وتحطيه عندك في الصينية. يعني ما تتقيديش بحاجة معينة، يعني مش حابة صينية مش حابة صينية أو مش حابة أقصد صاج يعني مربع وعندك صواني مدورة، تقدري طبعا تشتغلي فيها. زي ما قلت لكم بدهن بقى الورقة كده، بدهن الورقة كلها، وبعد كده ببدأ أحط الحشوة بتاعتي. بالنسبة بس للحشوة، لما باجي أحط الحشوة ما بقربش من الحروف، يعني الحروف من ناحيتين أو الجوانب من ناحيتين ما بقربش منها، عشان كده كده لما هلف الحشوة هتقع مني. فالأحسن يعني إن أنا ما أحطش في الجوانب. وانتي بتلفي طبعا، حتى طبعا لو ورقة مثلا حصل فيها قطع مش مشكلة، يعني هتتاوى يا جماعة. هحط بقى كده اهو. دي بقى الكمية عندي اهي. طب هعمل ايه بقى؟ اول حاجة هعملها ان انا هقطع الحروف، يعني زي ما قلت لكم ان الحروف كده كده فاضية ما فيهاش حشوة. ده غير كده لو يعني سبت الحروف وبعد كده دخلتها في الفرن، اول حاجة بتاخد عندي اللون الذهبي هي الحروف.
فطبعا لما تاخد هي لون وبقيت الجلاش ما خدش لون، كده كده هسيب الجلاش، فهيبدأ ان هي تاخد لون بزيادة قوي، فالصباع الجلاش نفسه مش هيبقى شكله حلو. هبدأ بقى خلاص بقى شلت الحروف عندي. طبعا مش هتترمي، ممكن تحطيها في صينية صغيرة وتحطيها طبعا في الفرن. هبدأ الأول بقى كده أدهن عندي طبعا بالسمنة موجودة عندي، زي ما قلت لكم كمية السمنة اللي معايا دي هي كوباية واحدة من السمنة، وتقدري كمان تعملي نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة، اللي انت حباه اشتغلي فيه. هبدأ طبعا أقطع كده، طبعا الحجم طبعا اللي انت عايزاه، أنا هبدأ أقطع بالشكل ده. طبعا لو ملاحظين انا بعمل واحده واحده عشان بس يعني ايه اشوف بعيني بس الصباع هيطلع ازاي او الحجم، يعني على قد ما اقدر احاول ان انا اظبط ان الشكل كله يبقى واحد يعني. بس طبعا ما طلعش كده، طلع الاولاني يعني ايه طوال شويه والباقي طلع صغنن يعني، بس كان شكلهم كويس يعني. طب هنا بقى ايه، هنا طلع عندي بعد تلت ساعه. طبعا اول ما بدخله على فرن حامي في الشبكة في النص، بس أول طبعا ما بدخله بخلي النار على الوسط. أول ما بلاقي إن الجلاش خد معايا لون من تحت، ببدأ إن أنا أقفل الفرن وأفتح الشواية على الهادي لحد ما ياخد معايا اللون القمر ده. طبعا لو حابة إن انت تخلي اللون أفتح من كده أو أغمق من كده سنة، طبعا براحتك، بس أنا حبيت صراحة اللون ده. طب طبعا بعد ما يطلع طبعا ببدأ ان انا اول طبعا بعد ما يطلع مباشرة طبعا بيكون سخن، والشربات طبعا زي ما قلت لكم بارد. هنزل طبعا بالشربات بتاعي، وبالنسبة للشربات حطيت عليه كيسين من الفانيليا. طبعا بتدي ريحة وطعم حلو جدا زي ما انتم شايفين اهو بقى. ده بقى كده الشكل النهائي اهو. عايزه اقول لكم انه مقرمش جدا جدا، الطعم حلو جدا جدا. آم، نصيحة بس مني، لما تستخدمي سمنة استخدمي سمنة طعمها وريحتها حلوين، لانها هتفرق جدا جدا في طعم الجلاش. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.